السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا في اسعد حال. زي ما انتوا عارفين في بعض الاشخاص اللي مصابة بالاسحار بتبدأ انها تروح لراقي او لمعالج بالقرآن الكريم، ولا بأس من ذلك ابدا. ولكن المشكلة لما بيقعوا مصيدة عند السحرة اللي عاملين نفسهم شيوخ، اللي عاملين نفسهم بيعالجوا بالقرآن، ولكن طريقة العلاج بتاعتهم بتكون انه يسلط اسحار تانية على الشخص المسحور اقوى، واستنزافه ماليا، يبدأ يتعب اكتر فيروح له تاني فياخد منه فلوس تاني، ولا تنتهي القصة ابدا الا باستنزاف الشخص ده ماليا وعضويا وبدنيا وذهنيا، وبيتعب جدا جدا. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بيبعت للشخص المسحور رؤى. وجالي رؤيتين من شخصين مختلفين، الرؤيتين دول كشفولي ان المعالجين اللي بيتعالجوا معاهم لا هم معالجين ولا بالقرآن، وهم سحرة، وربنا كشفه لهم في الرؤى. هحكي لكم الرؤيتين دول من باب الاستفادة. اول رؤية جات لي من الشخص ده كان مصاب بأسحار شديدة جدا جدا، فعلا تعبان، وجالي قال لي انا مصاب بالأسحار، وشفت ان شباك البيت بتاعنا مفتوح، وظاهر لي من الشباك دوت نخلة كبيرة وحلوة ويطالع منها نور. قربت كده جدا من النخلة دي ووصلت عند الجريد بتاعها، فجيت امد ايدي عند الجريد، اتفاجئت ان في تعابين كتيرة جدا. مش بس كده، التعابين دي جريت بسرعة ونطت عند الشباك عندي ودخلت البيت، وصحيت مفزوع على المنظر ده. قلت له انت بتحاول تتواصل مع حد يرقيك ويعمل لك رقية، ولكن الشخص ده ارجوك ابتعد عنه فورا لانه نصاب ودجال وهيتعبك اكتر بالاسحار. قال لي فعلا انا الفترة الاخيرة اتعاملت مع شخص لكن ما كنتش متأكد منه كده وحاسس بقلق وسمعت عنه كلام. قلت له لا ارجوك ابتعد عنه. تمام. ليه فسرت الرؤية كده؟ مبدئيا في المنامات لما يجي النخلة دي تأويلها بيكون رجل. كل ما كانت النخلة دي مرتفعة كل ما كانت قامته وعزته ومكانته بين الناس كبيرة وعالية. أما ثمار النخلة دي مثلا من البلح وكده فهو علم هذا الرجل أو على قدر الانتفاع منه، زي مثلا معلم ننتفع منه، وهنا كان معالج المفروض ان هو ينتفع منه. ليه قلت له ان هو اصلا ده معالج؟ ليه دخلتها في القصة دي؟ لان يبدو عليه النور. الناس دي بتبقى مربية لحى وماسكة السبحة وعمالة عاملة نفسها بتتكلم بالقرآن، بتلوي لسانها بالقرآن، ولكن هي اي كلام، تدخل ده في ده وتقول اسم جن من هنا ومش عارفة ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. فالنور هنا المفروض ان القرآن نور، فهنا نور يبدو جميل جدا، نور قرآن، والشخص ده ماشي بالقرآن وكده، ولكن لما قرب منه وبدأ يتعامل معاه عن قرب وجد هذه الثعابين التي تؤول بايه بقى؟ بالشياطين والأسحار. يبقى النخلة دي جواها تعابين، يعني هو أصلا بيتعامل معاهم، هو ده المحتوى بتاعه. تمام. بدأ لما يقرب من النخلة دي دخلت عنده التعابين اللي دخلت عند البيت. تمام. ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيبدأ يسلط عليه الاسحار، معناه ان هو هيبدأ يتعبه اكتر واكتر، يستنزفه ماديا اكتر واكتر. انا سمعت عن الحالة دي من كتر استنزافها المادي باعت البيت اللي هي ساكنة فيه او باعت الشقة بتاعتها، بيع وشراء، لان الشخص المشعوذ اللي هي وصلت له ده بيسلط عليها اسحار اكتر فبتتعب اكتر، لدرجة ان بقى يظهر لها اشياء مخيفة جدا بالفعل. تمام. فيجب جدا التحري قبل ما تروح لراقي. معايا رؤية برضو تانية مهمة جدا. شوف بقى يعني الخبث والمكر بتاع الشخص المشعوذ ده. لما جالها الشخص ده كان المفروض ان هو راقي، قال لها لا انا لازم ادخل اوضه النوم واقرا فيها. دخل قرأ في اوضه النوم، بتقول جاب طبق ومش عارفه عمل ايه وحوارات، وبدأ يقرا حاجات. قال لي بصي يا مدام السحر بتاعك موضوع فوق الدولاب. فمش عارفه طلع وراح جايب لها السحر، اتفضلي ادي السحر بتاعك انا طلعتهولك وخلاص، احنا ابطلنا الاسحار والموضوع انتهى على كده. بس خلي بالك، وبص بقى في يعني الملحوظه المميته دي، يقول لك خلي بالك انت هتبداي من هنا ورايح تحلمي ان في تعابين داخله جوه البيت او في تعابين في البيت، فانتبهي للموضوع دوت. السيده دي بتحكي لي، بتقول لي انا ما ارتحتش خالص بعد ما هو مشي، بالعكس انا تعبت. ثانيا انا اصلا فوق الدولاب دوت، يعني ازاي فوقيه سحر؟ انا عارفه فوق الدولاب في ايه وما فيش ايه.
قلت لها ده اكيد حطهولك اصلا وضع يد، او هو اصلا مش واخد باله، او الحاجات اللي معاه جت وحطت لك الشيء ده عشان تقنعك ان هو حاجه فظيعه جدا، وجي طلع لك السحر وهتكملي معاه وتدفعي والكلام ده. فخلي بالك جدا منه. ثانيا المفروض ان هو بعد ما يمشي من عندك تبداي تشوفي رؤى انك بتموتي تعابين، او انك بتخرجي تعابين من البيت، او انك بتلاقي حاجات ميته، او ان هو في حاجه من عنده وجت موتت. يعني تبداي تشوفي اشخاص غريبه بتموت لك مثلا حاجات في البيت، او من قبيل اللي تبقى اول يعني بالاسحار وكده. ازاي هتبداي تشوفي تعابين داخله البيت، او ازاي هتبداي تشوفي تعابين في البيت؟ هبدا اشوف هو انت جاي عشان تجيب لي ولا جاي عشان تمشي. هنا بقى الاشخاص اللي بقول لكم تحذروا منهم جدا، لان اللي زي ده جاي علشان يستنزفك ماديا، جاي يبهرك ويعمل لك حركات الحاوي دي، والحق السحر بص طلعناه منين، وبص مش عارفه الطبق طلع منه ايه والكلام ده. يا جماعه كل ده دجل وشعوذه، لا له علاقه بالدين ولا بالقران ولا بالرقيه الشرعيه ولا بالراقي المعالج اللي بالقران، اللي فعلا في بعض الرقات ربنا يجازيهم كل خير بيروحوا بيعالجوا بيخففوا عن الحاله كتير جدا. فدول بيسوقوا شكل دول، مع ان في ناس فعلا يعني الهدي بتاعها الهدي النبوي والسنه النبويه والعلاج بالقران الكريم. كنت عايزه جدا اتكلم معاكم في الموضوع دوت علشان ننتبه دايما، تركز في احلامك، خصوصا لما تبقى داخل على خطوه جديده في علاج او في حاجه زي كده. اللي انا عايزه اقوله في الفيديو خلي بالك وانتبه، مش اي حد تتعامل معاه، حاول تسال حد موثوق، او حاول ان انت يعني تستخير قبلها وكده. وبرضه هنوه على نقطه في منتهى الاهميه، احيانا من كتر ما الراقي دوت بيكون كويس جدا جدا، السحر اللي معاك والشياطين اللي معاك تبدأ تجيب لك فيه رؤى وحشة جدا وتخوفك منه وتحسسك ان هو شر جاي من كتر خوفهم هم. تمام؟ فانت لازم تكون مستخير، لازم تكون قارئ قرآن ومحصن نفسك كويس عشان تضمن ان شاء الله ربنا يبعت لك رؤية صالحة بإذن الله. اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.